احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. وزي ما اعتدنا بالحاجه صلى على سيدنا محمد وبعد صلى على سيدنا محمد. النهارده هنتكلم عن ماتش نادي الاهلي ونادي بنك الاهلي اللي انتهى في مصلحه نادي الاهلي بنتيجه 3-0. هنقول كل شيء عن الماتش دوت، خليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. زي ما اعتدنا بنلاقي حاجه صلى على سيدنا محمد وبعد على سيدنا محمد. هنتكلم النهارده عن ماتش نادي الاهلي ونادي البنك الاهلي، انت في مصلحه نادي الاهلي نتيجه التلاتة صفر. هنقول كل شيء عن الماتش دوت. قبل اي شيء كل سنه وانتم طيبين. بعد كل سنه وانتم طيبين، النهارده مكسب مهم للنادي الاهلي بنتيجه 3-0 على بنك الاهلي. المكسب ده بيخلي النادي الاهلي ياخد خطوه كبيره في ضمان ان هو يكون بطل الدوري. النادي الاهلي بمعنى الكلمه لو كسب 4 ماتشات الجايين او 3 ماتشات تقريبا الجايين، النادي الاهلي يضمن الدوري خلاص بنسبه 90%. بنسبه ايه؟ ضمن الدوري 100%. اذا لو كسب ال3 ماتشات الجايين ما تعصلكش في اي ماتش منهم، النادي الاهلي يبقى ضمن الدوري بنسبه 100%. فمكسب النهارده كان مكسب مهم جدا، النادي الاهلي بيديله خطوه عاليه جدا لضمان مكسب الدوري وبطوله الدوري. خلينا ساعتها نتكلم عن الماتش وتكتيك الماتش ونقول ايه اللي حصل في الماتش. كولر بدأ بتشكيلة جيدة جدا، التشكيلة كلها احنا عارفينها الأساسية بتاعته، اللي هو الشناوي وهاني ومعلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وخط الوسط كان مروان عطية وديانج وقفشة وصادم عبد القادر وبيرسيتاو ومحمد شريف راس الحربة. اللي هي طريقة 4-3-3، الطريقة بتاعته المعتادة وبنفس اللعيبة. هو يعني ممكن اللعيبه بس اتغيرت في التشكيله، السر وقفشه وعبد القادر ومحمد شريف كان بيلعب تولي بكهربا، حط محمد شريف. بدأ الماتش كان بنك الاهلي هو اللي ضاغط، هو اللي عامل شغل عالي. لعيب بنك الاهلي لعب مباراه تدل ان هو عايز يفضل في الدوري، مش عمل زي ماتش حرس الحدود كان بيلعب بلا هدف، لا لعب بيروح وضيع. بس لولا ان هو ملوش توفيق في الماتش، كانش عنده الحظ يعني، بيروح بكور بس بيضيع فينش كان زي الزفت. ده الكلام على بنك الاهلي. اما النادي الاهلي ادار الماتش بشكل كويس جدا، النادي الاهلي قدر اللي هو يمشي الماتش بدماغه، هو وقت ما يعلي الريتم يعليه، وقت ما عايز يقلل الريتم يعليه. كولر كان مقسم الماتش لاوقات معينه، وقت يمسك فيه الكوره ووقت يريح لعيبته ويرجع يدافع ويخلي الكوره مع بنك الاهلي. بس بنك الاهلي لما كان بيمسك الكوره هو بيمسكها عشان موسيماني هو اللي عايز، قصدي عشان خاطر موسيماني، يعني فين ايام موسيماني، عشان خاطر كولر عايز يريح لعيبته، عايز يرجعهم خط للدفاع فيهدوا بدنيا شويه، يهدوا ياخدوا انفاسهم. بس لا ده لما الكوره كانت بتساب لبنك الاهلي، بنك الاهلي كان بيقدر يروح، كان ممكن يجيب جون التاني. شفنا كور كتير ضايعه من كريم بامبو، شفنا كور كتير ضاعت. فنادي بنك الاهلي كان خطير برضو. الناحيه التانيه ناحيه نادي الاهلي، كولر قدر يدير الماتش بشكل صحيح، قسم الماتش صح، كان بيريح لعيبته في نفس الوقت يعلي الريتم مره واحده، يعني يدي الكوره لبنك الاهلي مره واحده، يستعيد الكوره من بنك الاهلي طق 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 مره واحده تلاقيه هدي. فكان عامل تكتيك شكل كويس جدا في الملعب. الاثنين وجودهم النهارده كان جنب بعض كان عالي جدا ومدي قوه النادي الاهلي. هو مروان عطيه وديانجو، للعلم مروان عطيه اخذ افضل لاعب في المباراه، كان ديانجو ومروان عطيه هما الاثنين اللي كانوا يعني وقت ما كولر يقول لهم يلا عايزين الكوره هما الاثنين يجيبوا الكوره. يلا بص ارجعوا كده واهدوا وسيبوا لهم الكوره، خلاص سيبوا لهم الكوره. طب يا جدعان احنا دلوقتي عايزين نمسك الكوره، مروان عطيه وديانج يلا بينا. لموا العيال اخدوا الكوره منهم حضروا النادي الاهلي. صراحه ديانج النهارده كان مستواه عالي جدا، ومروان عطيه مالوش هيختلف، لا هو ده هو نفس مستواه العالي، يعني هو تملي عالي فاهمني. بس ديانج هو اللي كان في له فتره مستواه وحش، بس النهارده عمل ماتش جامد جدا، وكنت شايف هو برده اللي يستحق ان هو ياخد ايه افضل لاعب في المباراه، بس اللي اخدها مروان عطيه. فكون افضل يعني كان تكتيك عالي من كولر، وفي نفس الوقت الاثنين دول وجودهم في المباراه كان مهم جدا 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 للنادي الاهلي، ديانج ومروان عطيه. وكان هو سبب استعاد نادي الاهلي للكره بسهوله، واللي هو يعني ماسك الكوره بشكل عام بشكل كويس جدا، هم كانوا السبب في كده. تعال اقدر اقول لك على الاجوان اللي جت. شفنا جون علي معلول في الدقيقه 18، جون فاول عالمي، جون فاول عالمي سجله علي معلول في محمد ابو جبل. بعد كده شفنا جون من وجهه نظري انا احسن من جون علي معلول الفاول، اللي هو جون عبد القادر في الدقيقه 30. بصراحه جون ار2، جون لا بصراحه عجبني اكتر من جون الفاول، سكه ودغري. جون عبد القادر شفناه في الدقيقه 30. بعد كده شفنا جون كهربا، الجون ده تحسه اساسا
جه كبده قتل الوالدين، والله العظيم جون كهربا جه في الدقيقه 92 وهو كان الجون الثالث وخلاص يعني. كان هو كده كان ماتش كان مقتول اساسا، كان جون كده على الخطافي، وجون كان سهل جدا ما فيهوش حاجه عالميه ولا اي حاجه، جون عادي. وجون تقدر تقول له السبب في الجون هو سبب دعاء والدته ليه مش اكتر يعني، والله العظيم. شفنا النهارده النادي الاهلي بشكل عالي وكسب مكسب مهم جدا، واللعيبه عيدت على جماهيرها وعيدت على النادي الاهلي كله. كل سنه وانتم طيبين. في نهايه الفيديو، لو فيديو النهارده عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.